يا جماعة، لا تفوتون الفيديو هذا. امسكوا معاي للنهاية لأن فيه تسريب ناري عن جهاز غريب من سامسونج اسمه جالكسي فولد وايد. شكله بيقلب سوق الجوالات القابلة للطي رأساً على عقب. آخر المقطع فيه تفاصيل بتخليكم تتحمسون أكثر للجهاز، فتابعوا للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الجميع في قناة VS، القناة اللي دوم نجيب لكم التسريبات والأخبار الحصرية عن أحدث الأجهزة. لا تنسون تعطونا لايك وتشتركون بالقناة عشان نوصل 20,000 مشترك. الله يسعدكم كلكم على دعمكم الكبير. تصميم مختلف كلياً. الظاهر أن سامسونج داخلة مرحلة جديدة بعالم الفولد، لأن التسريبات الجاية من الصين تتكلم عن جهاز جديد اسمه جالكسي وايد فولد، والاسم لحاله يشرح الفكرة. الجهاز بيكون أعرض من موديلات فولد اللي متعودين عليها، يعني ما راح يكون طويل ونحيف مثل قبل، بالعكس بيجي بعرض يشبه شكل الجواز أو الباسبور، وهذا تغيير كبير في عالم الأجهزة القابلة للطي. الشاشة الداخلية حسب التسريبات بتكون تقريباً 7.6 إنش، نفس مقاس الفولد الحالي، لكن الفرق الكبير بيكون بنسبة العرض. الشكل العريض هذا بيعطي مساحة أكبر للتطبيقات والمهام المتعددة، وبيخلي مشاهدة الفيديوهات أو التصفح أسهل وأجمل. أداء خارق بمعالج جديد. المعالج المتوقع هنا هو سناب دراجون 8 إليت جين 5، واللي بيكون أقوى معالج من كوالكوم سنة 26. الأداء بيكون فخم جدا، سواء في الألعاب أو في التصفح، أو حتى استخدام أكثر من تطبيق بنفس الوقت على الشاشة الكبيرة. فالمعالج هذا كفيل يخلي التجربة سريعة وسلسة لآخر حد. البطارية والتحسينات. التسريب ذكر أن الجوال بيجي ببطارية مزدوجة التركيب بسعة تقريبية 4660 ملي أمبير، والسعة النموذجية توصل إلى حوالي 4800 ملي أمبير. هالرقم ممتاز على جهاز فولد بهالحجم، خصوصاً لو سامسونج قدرت ترفع كفاءة الشاشة والمعالج لتقليل استهلاك الطاقة. خطة سامسونج الجريئة. ترى الموضوع ما هو بس جهاز جديد، سامسونج واضعة استراتيجية قوية للسنة هذه. حسب التقارير، الشركة ناوية ترفع مبيعات أجهزتها القابلة للطي بنسبة 10% عن الجيل السابق، وتستهدف بيع حوالي 6.7 ملايين جهاز من سلسلة فولد 8 وفليب 8. والأرقام توضح أكثر. إنتاج فولد 8 الوحدة ممكن يوصل إلى 3.5 ملايين وحدة، أما فليب 8 فبين 2.5 إلى 3 ملايين وحدة. يعني سامسونج تعتبر السوق هذا مو فئة فخمة محدودة، بل ركيزة أساسية لمستقبلها. المنافسة بدأت تسخن. النقطة المثيرة أن سامسونج ناوية تحافظ على نفس سعر البداية للفولد 8 مثل الجيل الماضي رغم غلاء المكونات. السبب؟ بكل بساطة المنافسة، لأن آبل تستعد تطلق أول آيفون قابل للطي. وتخيلوا، التسريبات تقول أن آبل تستهدف بيع 15 مليون جهاز من أول جيل، وسعره بيكون حوالي $2000، يعني نفس فئة سعر فولد سامسونج تقريباً. دخول آبل بهالسعر يعني أن سامسونج لازم تكون جاهزة للمنافسة الحقيقية في الفئة الممتازة جداً. خطة سامسونج لتقليل التكاليف. عشان تقدر تنافس، سامسونج بدأت تبحث عن طرق تخفف تكاليف الإنتاج، منها أنها توسع شبكتها من الموردين وتستخدم موردين صينيين بدل الاعتماد الكبير على الشركات الكورية فقط. الخطوة هذه ممكن تساعدها توازن التكاليف وتحافظ على أرباحها بدون ما ترفع السعر النهائي. مع شدة المنافسة وارتفاع تكاليف التطوير، اللي يسوي توازن ذكي بين الجودة والسعر بيكسب السوق. وسامسونج شكلها ناوية تدخل المعركة وهي مستعدة لكل شيء. المستقبل فعلا بدأ واضح، أن السوق القابل للطي داخل أهم مرحلة في تاريخه. ما عاد السؤال هل الفولدز بيكونون المستقبل أو لا، السؤال الآن من اللي بيحدد شكل المستقبل؟ آبل، سامسونج، أو يمكن اسم جديد يدخل المشهد فجأة؟ الأيام الجاية بتكون حماسية جدا، خصوصا مع قرب الإعلان الرسمي المتوقع خلال الأشهر الجاية. إذا وصلتوا لهنا فأنتم رهيبين. عطونا لايك واشتركوا في قناة VS بالعربي. خلونا نوصل 20,000 مشترك ونواصل نجيب لكم أحدث التسريبات والتفاصيل الحصرية أول بأول. شكرا لمتابعتكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.